السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد مصطفى ودوت أول ريكورد ل سبيشال كيس بروجكت. البروجكت دوت أنا كنت بدأته من شهر 10 2022. كنت بدأه على أساس إن هو يبقى تمبلت للموفمنت، عشان الموفمنت بتاع الكاركتر كنترولر ما كانتش أحسن حاجة، لأن أنت فيها ما بتستعملش الفيتشرز بتاعت الريجيد بودي زي الإكسبلوجنز والجرافيتي والحاجات ديت كلهم تحتاج تعملهم مانيوالي. فلما يبقى في اوبجكتس كتير في السين بتلاقي نفسك دخلت في لعبكة كده، بتحتاج انك تسكريبت كل حاجة صغيرة. ففي التمبلت ديت اول ما بدأتها كنت بادئها عشان اخلي الكاركتر يقدر يمشي، يجري، ينط، يطلع سلالم، يكلايم باي اوبجكتس كبار فوقيه. في الفيديو دوت انا كنت عملت الايه السيستم بتاع الكلايمنج. السيستم بتاع الكلايمنج شغال ازاي؟ شغال بان انت عندك تو ريز خارجين من ايدك اللي هو الاصفر دول، بيخبطوا في اي حيطة قدامك، والنقطة الزرقاء ديت بتديتكت السنتر بتاع الحيطة ديت عشان تعمل راي خارج منه، يعرفك النورمال بتاعه يعني. حلو. وفي نقطة تانية اللي هي البامبا ديت بتقول المكان اللي انت المفروض تعمل موفمنت او تسناب ليه عشان تبدأ من عنده الكلايمبنج. والنقطة الخضراء هي النقطة اللي انت هتبقى فيها بعد ما الكلايمبنج يخلص. فدوت كان اول سيستم عملته، قعدت تقريبا شهرين فيه. يعني انا كنت دخلت الجيش، وفي الجيش كان معايا كشكول ورقة بقعد اكتب فيهم الايه الافكار ديت، انا عايز اعمل ايه في السيستم دوت عشان استفيد بالوقت. فهناك رحت كاتب ايه شوية خطوات كده عشان اعمل السيستم بتاع الكلايمنج دوت. وقلت اول ما اخلص مركز تدريب هبقى ارجع اعمل له امبلمنت. فاول ما خلصت مركز تدريب في شهر 11 او كده كنت بدأت فعلا في الامبلمنتيشن بتاعه. وبس. سلام. وبس دوت فيديو النهاردة، ولو عجبكم المحتوى اعمل لايك سبسكرايب. لو عندك اي افكار جديدة حابب ان احنا نعملها يا ريت تكتبها في الكومنتات تحت وان شاء الله هنعملها. سلام.